يلا بينا بقى عشان في فيديو النهارده هنتعلم نعمل مع بعض التشيز كيك. حاجه كده بسيطه وسهله، هنتعرف على كل المكونات بشكل بسيط، وكمان الخطوات هتخليك تحضري التشيز كيك مثالي في كل مره، هخليكي تعمليه احسن من التانية. لو عاوزين تشيز كيك غني وطري خليكم معايا لغايه اخر الفيديو باقل مقادير والخطوات بسيطه. يلا بينا نشوف. اول حاجه هنا معايا نص كوبايه من الميه السخنه، عليها 3 معالق كبار من الجيلاتين البودر، موجود عند اي مستلزمات حلويات. 3 معالق كبار من الجيلاتين، بقلبهم حلو قوي قوي في الميه السخنه، بضمن ان مفيش اي تكتلات من الجيلاتين موجوده في قاع الكوبايه بتاعتي، وبقلبهم حلو قوي وبسيبهم على جنب. اما بقى بالنسبه للبسكوت بتاعي، انا استخدمت هنا اي نوعيه انت بتفضليها، مش شرط يا جماعه بسكوت اللوتس. طبعا انا عارفه ان بسكوت اللوتس طبعا دلوقتي بقى في حته تانية خالص بالنسبه لسعره. طب فطبعا يعني مش هنقف ان احنا نعمل بسكوت لوتس علشان طبعا غالي شويه، هنعمل باي بسكوت انت بتحبيه او بتفضليه. انا استخدمت نوعيه البسكوت اللي انتوا شايفينها ديت، عملت منها 4 بواكي على 7 كوبايات من التشيز. حابه تزودي الكوبايات شويه، طبعا لو عندك اي مناسبه وحابه تعملي كميه من كوبايات التشيز طبعا بتكتري البسكوت. زي ما انتوا شايفين كده هطحن البسكوت بتاعي حلو قوي، وبكون محضره سمنه او زبده. بتحضري طبعا كوبايه، 3/4 كوبايه، بحيث لو اتبقى منها مفيش اي مشكله حسب الكميه اللي بياخدها البسكوت. بس طبعا الاربع كوبايات هياخدوا نص كوبايه من السمنه. سمنه او زبده مفيش اي مشكله، بس بصراحه السمنه بتودي طعم البسكوت في حته تانية خالص، فسمنه او زبده مفيش اي مشكله. اما زيت يا جماعه لا. يبقى نص كوبايه من السمنه على الاربع بواكي من البسكوت. هتكتري المقدار زي ما انا قلت لك، يبقى هتكتري عدد بواكي البسكوت. بطحن البسكوت بتاعي حلو كده زي ما انتم شايفين لغايه ما يبقى شبه الرمله المنديه. مسكتهم كده بايدي شويه، حسيتهم ان هم فعلا جمعوا معايا تمام، يبقى كده خلاص البسكوت بتاعي اكتفى من السمنه وبقى تمام. بسيبه بقى على جنب علشان اشوف الخطوات اللي بعد كده هعمل ايه. الخطوات بسيطه وسهله، هنحصل في الاخر على تشيز كيك غني وطري وطعمه مثالي، بس بجد في حته تانية خالص. من كتر بصراحه يا جماعه ما احنا بنعمله ادمناه، طعمه في الاخر بجد حكايه. طبعا عشان بنطلع اوردرات لكافيهات، فبصراحه بنعمل التشيز كيك كتير. بجد محتاج محل يتفتح ويتعمل منه قبات التشيز ديت، بجد هنقلب الدنيا. كمان ممكن تعملي منه اونلاين، بصراحه حلو جدا، مشروع مربح. فكري، ولو عوزتي اي معلومات اكتبي لي في الكومنتات وانا هقول لك. زي ما انتم شايفين كده انا اخدت البسكوت بتاعي وحطيته في الكوبايات. حبيت ان انا اخده بكوبايه معياريه، بحيث ان انا عايزه البسكوت بتاعي كله يبقى قد بعض، عشان انا عايزه طبقات تبقى متساويه. عايزه طبقات البسكوت كلها اللي في الكوبايات تبقى قد بعضها، مش حابه طبقه قليله وطبق وكب تاني اكبر شويه، لا انا عايزه الطبقات كلها تبقى قد بعض. زي ما انتم شايفين كده باي حاجه بقى، وابتدي ان انا يعني ابطط على البسكوت بتاعي شويه علشان تبقى الطبقات متساويه. باي حاجه عندك، لو في كب فاضي ممكن تضغطي بيه عليه. حضرت هنا بقى الطبقه الكريميه، هنحضر يا جماعه الكريمه بتاعتي. نص كوبايه من السكر البودر، وعليها 3 معالق من الجبنه الكريمي او التشيزه، او لو الجبنه كيري يتواجد مفيش اي مشكله. بضربهم مع بعض حلو قوي بالعجان او بالمضرب السلك بتاعي علشان اضمن ان السكر بتاعي تمام داب. اهم حاجه يا جماعه الخطوه دي مهمه جدا، عشان ما تبصيش تلاقيه لسه زي ما هو في قاع البوله بتاعتك. وبقلبه تقلبتين حلو، وبعد كده بقى بنزل بكوبايه من الكريم جانتيه الخام. انا هنا استخدمت كريم خام المتحده ريتش المتحده، بس بصراحه كميه بتطلع حلوه جدا وطعمه جدا غني عن التعريف. بس وبعد كده حطيت كوبايه من اللبن، وابتديت ان انا اضربهم لغايه ما وصلوا للقوام الكريمي ده. نزلت عليهم بعلبه من القشطه موجوده برضو في اي سوبر ماركت، وبعد كده نزلت عليهم بالجيلاتين بتاعي. لو حبيت تصفي الجيلاتين قبل ما تحطيه عشان لو في اي تكتلات موجوده في الكوبايه بتاعتي يبقى تمام كده مفيش اي مشكله. الكريمه بتاعتي بقى بعد ما ضربتها قوام مفيش كلام، غنيه عن التعريف، طعمها في حته تانية خالص. نجرب بالظبط يا جماعه، الخطوات بسيطه وسهله، يعني مفيش اي صعوبه يا جماعه في اللي تشيز، ما تشيليش الهم في تحضيره. اي مناسبه اي حاجه بصراحه ادمان. زي ما انتم شايفين كده حضرت بقى الكريمه بتاعتي، هبتدي ان انا احطها في كيس حلواني وهبتدي اوزعها على الكوبايات بتاعتي. مفيش عندي كيس حلواني، ممكن كيس بلاستيك من اكياس التلاجة، بحطها بفتحها فتحه كده من تحت وببتدي اوزعها على الكوبايات بتاعتي. اهم حاجه يا جماعه نتابع الخطوات بالتفصيل عشان تقدري تحضري التشيز كيك بكل سهوله. ما يبقاش معاكي تحسي كده ان هو صعب. هبتدي بقى اوزع الكريمه بتاعتي على الكوبات زي ما انتم شايفين كده. كمان في تريكه حلوه ممكن نعملها لو انت حابه تعمليها، او لو مش حابه مفيش اي مشكله. ممكن الصوص اللي انت هتحضريه
تعملي الكريمه بنفس طعم الصوص مفيش مشكله، يعني تجيبي جزء من الصوص تضربيه في الكريمه علشان تبقى نفس طعم الكريمه هو الصوص اللي انت هتحطيه من فوق. دي حاجه ممكن انت لو حابه تزوديها على شغلك اعمليها، او لو حابه انك انت تعمليه كده زي ما انا عملته فمفيش اي مشكله. دي يعني بتبقى الطعم طبعا بيبقى برضو يعني احلى واحلى. اما طبعا لو لبيتك او لولادك فمفيش اي مشكله، اعملي بالطريقه اللي تريحك. طبعا بالنسبه للصوصات دي طبعا كلنا عارفينها، غنيه عن التعريف في شغلنا، اساسيه ما بنقدرش نستغنى عنها. لوتس، نوتيلا، كندر، دول اساسيين معانا، زائد الشوكولاته كمان. انا هنا كان معايا الاربع صوصات دولت. عندك صوصات تانية حابه تشتغلي بيها مفيش مشكله لو انت بتطلعي شغل. اما لو لبيتك وحبيتي ان انت تعملي بصوص واحد فمفيش مشكله، المهم ان انت بتبسطي ولادك. مش شرط يا جماعه صوصات تكون كتيره ومختلفه، ممكن صوص واحد بكفايه. زي ما انتم شايفين كده بنوزع الصوص بتاعي على الكوبايات بتاعتي بالطريقه بقى اللي تريحك. بس بجد المشروع بتاعه مربح جدا بجد. هخليكي بعد ما اخلص الفيديو تقومي تجربي التشيز كيك، لانه سهل وبسيط بس طعمه في الاخر بصراحه في حته تانية. هتجربيه وهتدعيلي. زي ما انتم شايفين حطينا بقى هنا صوص اللوتس، ببتدي اوزعه على الكوبات حسب ما طبعا ما انت عايزه بقى تعملي الكوبات كلها بلوتس، شوكولاته، نوتيلا، في طبعا الصوص الازرق اللي هو، وفي التوت وفي الكريز. ففي صوصات كتير بالنسبه للتشيز كيك كلها طبعا غنيه عن التعريف. اما بالنسبه هنا لجيل الشوكولاته برضو كان طعمها خطير جدا وكانت حلوه قوي. وصوص الكندر طبعا معروف بجد طعمه في حته تانية خالص. الصوصات زي ما انا قلت لك بترجع لك، حابه تعملي صوص واحد مفيش اي مشكله، المهم انك انت بتبسطي ولادك. زي ما انتم شايفين بقى كده بنبتدي مثلا براحتك بقى لو انت هتطلعي اونلاين الشكل طبعا اللي بيجمع بين النوتيلا والكندر حلو قوي 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 بصراحه، بيدي شكل في الاخر خطير جدا. طبعا الكواليتي وتقفيل الشغل طبعا ده ذوقياتك وبتاعك انت، اهم حاجه ان انت تهتمي بفينش الشغل. زي ما انتم شايفين كده. دي قناتي، لو بنستفاد يا جماعه من الفيديوهات نشترك في القناه علشان غيرنا يستفاد. اهم حاجه زي ما انتم شايفين نتابع ونشترك علشان غيرنا يستفاد. بعد بقى ما حطيت الصوصات بتاعتي اهم حاجه يا جماعه توزيعة الصوصات كده يبقى ليها شكل كده مختلف، لان طبعا المنظر والشكل العام في الاخر بصراحه بيجذب الزبون او العميل اللي انت بتطلعي له الشغل. طبعا زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق، فطبعا لازم تكون الحاجه طبعا بتجذب الناس اللي انت بتطلعي لها. زي ما انتم شايفين كده عملنا شويه دربات كده على اللوتس من فوق، وبالخله كده نزلنا بيها رايح وجاي من الجوانب، بس بتديها شكل حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده عندك بقى لوتس كسرتيه، عندك اي بسكوت عادي مش شرط لوتس، بسكوت عادي تكسريه وتحطيه على الوش مع كوبايه اللوتس مفيش مشكله. عندك بسكوت بوريو رخيص جدا موجود طبعا في السوبر ماركت، ممكن تكسري منه شويه وتحطيه، ممكن تحطيها سليمه كده زي ما انا حطيت. دربات بالنيوتيلا بكيس الحلواني بتخلي المنظر العام في الاخر بصراحه في حته تانية خالص. نشوف بقى طعمه بجد بجد الواحد محتاج فعلا يفتح محل يعمله التشيز كيك، لان فعلا ادمناه. حكايه طعم من الاخر، الشكل مفيش كلام بجد. الفيديو بيجمع بين الجمال والطعم والشياكه بجد حاجه كده من الاخر. تابعوني دايما يا جماعه على صفحتي مملكه الحلويات عشان بجد هنشوف كل جديد، وشكرا.